ازيكم؟ معاكم احمد صالح من ريبتايل فيتنس. النهارده هنسأل سؤال بسيط، هو احنا ليه بنتصاب؟ هل طبيعي ان اي حد بيلعب رياضة او اي حد رياضي يتصاب؟ هل في رياضي ما بيتصابش او خالي من الاصابات؟ اكيد الاجابة لا. طبيعي ان اي حد بيتمرن رياضة ايا كانت الرياضة ايه، طبيعي ان هو يتعرض لاصابات، بعد كده يبتدي يعمل ريكفري، يبتدي يتمرن تاني، يبتدي يحصل له اصابة تاني. ايه اللي بيخلينا نتصاب؟ طبيعي ان دايما على طول في منافسة، يا اما منافسة مع نفسك يا اما منافسة مع حد تاني. فانت عشان تكسر المنافسة دي لازم تكسر الرقم اللي انت بتعمله، سواء جري انت لازم تبقى اسرع، سواء اوزان لازم تشيل اكتر، ايا كانت الرياضة ايه. فعشان تكسر الرقم اللي انت جايب اخره ده لازم بتحمل على عضلاتك وتحمل على مفاصلك وعلى اوتارك. فطبيعي او من الوارد جدا ان تحصل لك اصابة لما تبتدي تضغط على عضلاتك وعلى الاوتار وعلى المفاصل. فدي النقطة اللي دايما او في اغلب الاحيان بيحصل فيها الاصابة. هل كل الناس بتتصاب زي بعض؟ لا. في ناس بتضغط على نفسها وبتشيل اوزان زيادة وتبتدي تعمل ابجريد للليفل بتاعها في وقت قصير ولكن مش بيحصل لها اصابة. في ناس تانية ممكن تبقى مواظبة على الرياضة وثابتين على نفس اللي هما بيعملوه، مش بيضغطوا على نفسهم او مش بيحملوا على عضلاتهم ويحصل لهم اصابة. طب ده ليه؟ في حاجات بتبقى خارج عن ارادتنا كتير، زي الجينات وزي الحاجات الوراثية يعني، وزي خامة جسمك، خامة عضلاتك، خامة مفاصلك، خامة اوتارك. دي حاجة انت مش بتحكم فيها، ولكن ايه اللي في ايدينا نتحكم فيه هو ان انت تتمرن بطريقة آمنة قدر المستطاع. يعني تبقى عارف التمرين ده بتعمله ازاي بطريقة كويسة عشان ما تتصابش، تبقى عارف ازاي تبتدي تابجريد وتطلع بالليفل بتاعك واحدة واحدة عشان ما تتصابش، تكون بتسخن كويس جدا وبتعمل استرتشات كويس جدا عشان ما تتصابش، تكون بتعمل ريكفري، يعني الراحة جوه التمرين والراحة ما بعد التمرين والاكل اللي هتاكله بعد التمرين عشان تعمل ريكفري كويس لعضلاتك واوتارك ومفاصلك. فالاصابات شيء عاديه جدا، ولكن ما تخليهاش تعطلك، ما تخليهاش توقفك على اللي انت بتعمله. لو حصل لك اصابه لازم تتعالج كويس وتعمل ريكفري كويس وهترجع وهتبقى احسن من الاول اكيد. سلام.